أكلة الغلابة، الأكلة الشعبية اللي كل الشعب المصري بيحبها وكل الدول العربية بتحب الأكلة دي. أكلة مش هتكلفك 70 جنيه، أكلة جميلة. ده من مطبخ الشيف خالد يا جماعة. دي أفضل طريقة لعمل الكبد والقوانص، الأكلة المعتادة اللي كل الناس بتحب تاكلها. طريقة عمل الكبد والقوانص من ألف للياء عشان تاكلها بطريقة صحية ولذيذة وجميلة. تابع معايا الفيديو ده للنهاية عشان تفهم أنا عملتها بالطريقة دي ليه، وحبيت ان انا احط عليها ال زيت الزيتون والزبده الفلاحي، وما احطش عليها اي مواد او اي حاجات اضافيه خالص من او خارج المطبخ. كمثال يعني زي الزيت اللي هو بتاعنا، الزيت العباد او زيت الذره اللي هو بيبقى مهدرج او يعني ما عاملينه في المصانع. انا حبيت اعملها اكله جميله وتكون صحيه، بيكون من الطبيعه. يعني لحوم، كبد وقوانص، زيت زيتون، عندك زبده فلاحي معموله من اللبن الحليب. معانا دلوقتي بالخطوات واحده واحده بالراحه، هتعرف اجمل طريقه واحسن طريقه، وجربوها بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم جدا قوي. دلوقتي بنجيب القوانص ونغسلها غسله كويسه جدا، ونقطعها بنفس الشكل اللي انا بقطع بيه ده. اهم حاجه نجيب القوانص وننضفها تنظيفه كويسه جدا، ونغسلها غسله كويسه، ونقطعها بشكل مستطيلي. تمام. بعد كده بنحط حله ماء على النار تغلي، ونسيب القوانص. يعني هنعمل كده وقوانص. بنجيب حله ماء نحطها على النار تغلي، وبعد كده ننزل فيها القوانص بعد ما نقطعها كويس بنفس الشكل ده. نعملها يعني ما نعملهاش قطع صغيره، نخليها مستطيل عشان ده بيكون شكله جميل في النهايه زي ما هتشوف اخر الفيديو. بعد كده، بعد ما نقطع الكبده زي ما حضراتكم شايفين كده بنقطعها قطع صغيره. والقوانص بنحط القوانص الاول قبل الكبده بربع ساعه في الحله في الميه تغلي، تاخد تلات ارباع سوا، يعني بتستوي الاول تلات ارباع سوا. تمام. وبعد كده بنبدا ننزل بالكبده عليها، نقطع الكبده زي ما حضراتكم شايفين بنفس الشكل ده. بنضفها طبعا كويس، نفتح القلب اي فيها اي حاجه من الدم او كده. لازم الكبده يا جماعه تنغسل او تتسلق بنفس الشكل ده او تتقطع، لاني كالمعتاد او بيوتنا او الناس اللي هي بتعملها بالطريقه غير صحيحه، بتقطع الكبده وبعد كده بتنزل بتقوم غاسله الكبده مجرد غسيل، وبعد كده بتنزل بيها على البصل او على القوانص وتعملها طريقه طهي ني في ني زي ما بيسموها. وده بيكون طبعا غلط، الطريقه دي ما بتكونش كويسه. دي افضل طريقه للكبد والقوانص، طريقه صحيه لاولادك ولجميع الاسره، طريقه مية مية. بعد كده بتقطع الكبده زي ما حضرتك شفت، بتقطع الكبده قطع مثلثات او قطع مستطيله مش قطع مربعات، بحيث عشان لو فيها دم نبدا ان انت تصفي الدم منها زي ما حضرتك شايف. تبدأ ان انت تصفي الدم. اهو ده طبق منه طبق يا جماعة، وفي نهاية الطبق ده بيكون في مصفى زي ما حضراتكم شايفين. ده المصفى دي في نهاية الدم بيروح عليها، نغسل بالغسيل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. نغسل مرة واتنين وتلاتة من غير اي ملح او اي اضافات من بره او ليمون او خل. تمام، لان الخل بيبوظ الكبدة والليمون بيخليها تنهري. الطريقة دي أفضل طريقة هتعجبك وهتدخل مزاجك، وطعمها جميل جدا وطريقة صحية جدا. وأهم حاجة زي ما حضراتكم شايفين إن الدم بينزل من المصفى، الدم اللي يبقى فيه الكبدة زي ما حضراتكم شايفين ده بيبدأ يطلع. غير المعتاد إن إحنا لما بنقطعها كده ونغسلها مثلا غسلة، وبعد كده نرجع إن إحنا نحطها ني في ني على الخضار بتاعنا أو ننزل عليها بالخضار. فده طريقة بتكون شيء كويسة، وما بحبش الطريقة دي. دي أفضل طريقة ليها. زي ما حضراتكم شايفين سيبنا القوانص تغلي شوية لمدة 25 دقيقة أو مدة نص ساعة كمان تكون استوت خالص. وبعد كده نبدأ ننزل عليها بالكبدة زي ما حضراتكم شايفين. ادي الكبدة نزلنا عليها اهيت في الحلة مع القوانص. بنسيبها تغلي تاني لمدة مثلا ساعة إلا ربع مع الكبدة. بعد كده بقى بتكون استوت، نبدأ نديها شوية ملح تاخد الطعم من الملح بتاعها من هنا زي ما حضراتكم شايفين. بنحط الملح في المية اللي هي بتغلي فيها أو في الشوربة بتاعتها. بعد كده بعد ما بتستوي خالص بنبدأ ان احنا نصفيها زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، نصفيها في مصفى في ميه، بيكون ده الشكل الجميل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. تفضل الكبده زي ما هي، الكبده محافظه على نفسها والقوانص بتبقى استوت ما بتكونش نيه، وتفضل معاك محافظه على نفسها زي ما حضراتكم شايفين. ادي الشكل الجميل اهو. تمام. لما الكبده بقى بتستوي بنعمل ايه؟ بنجيب حله لوحدها، ده زيت زيتون زي ما حضراتكم شايفين الجيركن بتاعه، ده زيت زيتون. تمام. بنحط زيت زيتون وزي حته زبده فلاحي. طبعا واحد يقول لي فيه كبد وقوانص بزبده الفلاحي، طبعا الاكل ده رغبات وكل واحد وحسب ما هو بيحب يعمل الاكل على طريقته.
انا بستخدم زيت زيتون اساسي، وبستخدم الزبده الفلاحي اللي هي بتاعتنا في الارياف، الزبده الفلاحي. مثلا لو هقلي سمك او هنقلي مثلا بطاطس بنستخدم الزيت العادي اللي هو الزيت المهدرج بتاعنا، زيت الذره او زيت العباد بتاعنا. تمام. دوت الزبده هيت الفلاحه بتاعتنا، ودوت الزيت. دي افضل طريقه يا جماعه، طريقه صحيه، طريقه مية مية ومفيده جدا، ومية مية، طريقه مية مية. تاكل منها بقى شويه كبده، ولا تقول لي كبده اسكندراني ولا اي كبده، كبده دي بقى بزيت الزيتون والزبده الفلاحي. هتدعي لي على الاكله دي، اكله جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي قوي قوي. دي سواء بقى تنفع معاك في السحور، سواء تنفع معاك في الفطار، تجربها في اي وقت هتنفع معاك، سواء فطار على في رمضان او سواء في السحور. بعد كده بعد ما الزبده بتاعتنا بتبدا ان هي تسيح، ومع البصله الجميله كده والزيت زيتون بتاعنا يبدا يغلي، تحط بقى البصله الجميله بتاعتك تكون مقطعه نفس الشكل ده. وطبعا برضو مش هننساكم نجيب لكم شويه سلطه بلدي جنب الكبده بتاعتنا. طبعا مش هنقدر ننسى السلطه البلدي. عملنا لكم برضو شويه سلطه بلدي جمال، ببصل، بطماطم، بفلفل اخضر، بجرجير، بشبت، وشويه بهارات بقى اللي هم الايه الكمون مع الليمونه الجميله. دي السلطه البلدي. وبعد كده بتديها كوبايه ميه عشان السلطه تكون فيها شويه ميه. بعد ما البصله بتاعتنا بتدبل زي كده بنحط الفلفل زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده الفلفل اخضر كوبي. وفي نقطه كمان ومعلومات مهمه جدا لعشاق الكبده الاسكندراني وعشاق الكبده عامه او الكبده القوانص، ان في ناس بتعشقها في السندوتشات فينو كده بتعملها وجيب زيتون وتاكلها كده بشيبسي، بيكون طعمها جميل جدا لعشاق الكبده. الكبده دي يا جماعه دي افضل طريقه لعشاق الكبده، تجربوها. تمام. بعد كده معلومه نسيت اقول لكم عليها عشان ما نخرجش بره موضوع الفيديو، معلومه ان انا ما بستخدمش طماطم خالص في الكبده اللي انا بعملها دي او الكبده الاسكندراني، ممنوع استخدام اي طماطم نهائي. تمام. الطماطم لا. بيبدا البصل تستوي زي كده، والفلفل يدبل والحاجه تبدا تخش على سوا، اقوم نازل عليها على الكبده بعد ما تستوي زي ما حضراتكم شايفين. بنزل بالكبده في الحله بتاعتنا بقى كده، واسيبها اديها 10 دقايق لما تبدا ان هي تتلسع لسعه حلوه كده. بعد كده يا جماعه بقى زي ما حضراتكم شايفين بنسيبها كده برضو لحد ما البصله تبدا تدبل. وبعد كده بقى لما البصله تدبل خالص ويبدا الزيت ينشف، بتكون استوت تسويه نهائي. هنغطيها كده ونفتحها تاني ونوريكم بقى الشكل النهائي بتاعتها. شايفين الزبده الفلاحه بتاعتها عامله ازاي، بتغلي ازاي. وادي شويه البهارات بقى الجمال، مش هنكترش بهارات، شويه بهارات لحمه على شويه فلفل اسمر على سن الكمون وبس. خلاص كده. واحد يقول لي انت بتحط بهارات لحمه ليه؟ اقول بهارات اللحمه فيها جميع البهارات، بتدي طعم جميل جدا، ان بيكون داخلها جميع انواع البهارات، بتدي طعم جميل جدا للاكل. زي ما شايفين دي بقى الكبده لو بنعملها بقى كالمعتاد بتاعنا او كفي ناس كتير او امهاتنا بتعملها، يعني في ناس كتير كانت بتعملها بتحط القوانص وبعد كده تحط الكبده وبعد كده تحط الخضار عليها. لما تيجي تاكل ما تلاقيش الكبده ولا تلاقي القوانص، بتلاقي الكبده اتهرت وتلاقي عباره عن حاجه مش مفهومه او هي ايه. هنقول دلوقتي بقى في الغرف بقى بتاعنا، وهنقول بقى الشغل الجميل بتاعنا شويه السلطه البلدي. برضه ما اقدرش ننساكم شويه السلطه البلدي. شويه سلطه بلدي معمولين يتقطعوا برضه، طبعا معروف ان كل امهاتنا بتحب السلطه البلدي. ادي شويه السلطه البلدي بتوعنا الجمال برضه. بتقطع البصل والطماطم والخيار، ولو في عندك شبت انا حاطط شبت، ولو في بقدونس عاوز تحط جرجير، عاوز تحط خس كابوتشا اللي المتاح عند حضرتك. وتديها كوبايه ميه مع برضو شويه كمون او شويه كمون، او عايز تحط فلفل اسمر ماشي مفيش مشكله، بس افضل ان الكمون بس مع ليمونه من غير اي خل. انا ما بحطش خل على الاكل الا في حاجات معينه جدا، ان الخل طبعا له سلبيات كتير اكتر ما بيكون له فوائد. هننزل بقى بشويه الكبده الجمال بتوعنا. هنجيب الكبده هنغرفها بقى دلوقتي ونوريكم الشكل بتاعنا. دي السلطه البلدي. وادي نسينا برضو حبينا نعرفكم ان احنا في شويه زيتون بقى جنب الاكله دي كده، لو سلام بقى لو في كيس شيبسي تاكل اكله وتدعي لي. اكله في 10 دقائق تعملها مش هياخد معاك وقت. بس اهم حاجه احب اعرف الناس لازم تعمل الكبده والقوانص زي ما انا عملت كده. تحط القوانص لمده نص ساعه تاخد غلوه وتتسلق، وبعد كده تنزل عليها بالكبده برضو ربع ساعه، وبعد كده تبدا تعمل بقى كل الشغل اللي انا عملته ده. ادي يا جماعه شكل الكبده، حاجه تحفه بالف هنا وشفا. اسيبكم بقى عشان ايه هروح افطر والمغرب هدا، وانا كده ايه هضيع صيام على اخر النهار. لو عجبك الفيديو او استفدت حاجه من الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ان شاء الله هنعمل لكم طرق تانية عن الكبده الاسكندراني وعشاق الكبده الاسكندراني. دي افضل طريقه وانا بحب الطريقه دي فعلا.
واكتبوا لي في الكومنتات لو هي عملتوها وطلع وعجبتكم، اكتبوا لي في الكومنتات هي حلوه معاكم ولا وحشه. طريقه جميله جدا، افضل طريقه، وتفضل معاك الكبده زي ما حضرتك شايف كده في الشكل النهائي ده.